نظرا لغلاء الأسعار لازم نعمل كل حاجة في البيت، فهنعمل الحلويات في البيت. النهاردة هنعمل الجلاش بالكريمة بالقشطة كده، طعمها تحفة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ وهقولك كمان الغلطة اللي انا عملتها عشان انتي متعمليهاش وما تقعيش فيها. تمام، علشان تطلع معاكي الوصفة مظبوطة بالشعرة. تمام، يلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف التفاصيل ونقول هنعمل ازاي الجلاش بالكريمة ده. اول حاجة انا هنا معايا 5 كوبايات لبن او 5 كوبايات حليب. حط عليهم معلقتين كبار دقيق البسبوسه. تمام، دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسه الناعم. حطيت معلقتين كبار. احط كمان معلقه سكر كبيره او معلقتين سكر كبار. السكر ده حسب الرغبه، زي ما انت عايزه، ممكن تحليه ممكن ما تحليهوش، زي ما انت عايزه حسب رغبتك. هنا انا حطيت معلقتين نشا. انا كمان هحط كمان معلقتين نشا، يعني المقدار كله للنشا مع 4 معالق كبار بس مش هرميين. وكمان معايا معلقه دقيق، يبقى 4 معالق نشا كبار مش هرميين ومعلقه دقيق كبيره. ومعايا كمان معلقتين دقيق سميد والسكر حسب الرغبه. وكيس فانيليا بودر، يفضل بودر وبلاش الستايله. تمام تمام. هنا بقى معايا لفه الجلاش. اول حاجه هعملها دهنت الصينيه اي ماده دهنيه انت عايزاها، وبعد كده هحط في لفة الجلاش كده، هحط نصها في قلب الصينية والنص التاني هطلعه بره الصينية. تمام، انا هنا حطيت رقين بس، انت الافضل تحطي 4 رقات، يعني تحطي حطيتي كده 2 تحطي كمان 2 تاني وتخرجي برضو نصهم بره الصينية ونصهم جوه الصينية. تمام تمام. احط برضو كمان واحدة من الناحية دي بالعرض وناحية من الناحية التانية، واحط برضو نصها جوه الصينية ونص التاني بره، علشان الكريمة كلها تبقى موجودة جوه. فانت لازم تعملي زي ما انا بقولك كده، علشان خاطر الكريمة ما تطلعش منك من النص زي ما انا طلعت معايا، بسبب ان انا حطيت راق واحد بس. يعني من كل جنب راق واحد بس، المفروض تحطي راقين، يعني كل مرة. يعني احنا حطينا كده طبقة، بعد كده نرجع نحط كمان طبقة بنفس الطريقة، ان هي خارجة نص الصينية، نص جوه ونص بره. فبالطريقه انا هنا بصوا شايفين، انا هنا حطيت، لا انا حطيت كده على طول، لا هتحطوا كمان رقين، نص هنا ونص هنا، علشان يطلع معاكم الكريمه متماسكه جوه، ما تطلعش بره الصينيه خالص. والوصفه تنجح معاكم بالظبط. تمام. طبعا كل رق بنحطه احنا بندهن سمنه او زبده حسب ما انت عايزه، لكن زيت طبعا لا، لان الزيت هينشف معاكي الجلاش. بس كده هنا بقى دهنت كله. وبعد ما ادهن هحط ايه؟ الكريمه طبعا اللي انا عملتها على النار. طبعا الكريمه دي بعد ما تحطيها على النار وتبرد تمام وتتقل معاكي بقى وتبقى شكلها كريمي كده. تمام. هتحطيها يعني تبقى عامله زي المهلبيه كده، هتنزلي تطفي عليها النار وتسيبيها تبرد، وبعد ما تبرد هتفضيها في حاجه وتشيليها في التلاجة لغايه ما تخلصي كده الرقات دي، وبعد كده تجيبيها من التلاجة. يعني لازم تكون ساقعه. تمام، لازم تكون ساقعه بارده تماما. ما ينفعش نحطها سخنه يا جماعه، علشان لو حطيناها سخنه هتبوش الجلاش والدنيا هتبوظ اصلا. تمام. انا هنا بقى حطيت الكريمه، وهتفرديها بقى كويس كده بالسباتيولا او باي حاجه، او بسكينه او باي حاجه، تفرديها كويس قوي على الجلاش. وبعد كده يا جماعه هنبدا نحط فيه الطبقه التانية بتاعه الجلاش، بس بعد ما نرص الكريمه كويس. بس كده. بعد بقى ما حطينا كل اللفه بتاعه الجلاش وخلصناها خالص، حطيناها من فوق. طبعا احنا قفلنا على الكريمه بالحاجات الخارجيه اللي احنا حطيناها، يعني من نص الجلاش اللي بره هنقفل الكريمه خالص، وبعد كده هنرجع نحط بقيه الطبقات. وبعد ما نحط بقيه الطبقات هندخلها جوه، هندخلها كده من الجناب كويس قوي، علشان نبقى مقفلين برضو كويس. وبعد كده هنبدا ان احنا نقطعها الاول، وبعد كده هنحط لها الزبده. هوريكم دلوقتي احنا هنعمل فيها ايه. بس احنا اهم حاجه بس من كل راق وراق تحطي زبده علشان تطلع معاكي مرقه. العسل بقى، الشربات بتاع الجلاش، العسل ده بيبقى تقيل وبارد، فهنحط كوبايتين سكر كبار. كوبايتين سكر معاهم كوبايه ونص ميه، معاهم عصره ليمونه، معلقه عسل كلوكوز، ونحطهم على النار
ومش مش هنشيلهم من على النار غير لما الايه المقدار كده العسل يتقل معاكي. يعني مثلا ممكن بربع ساعة بعد الغليان، اول ما يغلي بعدها بربع ساعة هتشيلي العسل من على النار وهتسيبيه يبرد. طبعا دي اول حاجة هتعمليها حتى قبل الكريمة، علشان العسل لازم يكون بارد والجلاش سخن. بس كده انا هخلص بقى كل الطبقات وهحطها وهقفلها كويس من الجناب بعد ما احط الطبقات، وبعد كده هوريكم هنعمل ايه تاني. بس كده انا بعد ما قفلت الصينيه هقسم بقى الصينيه كده من النص. هتجيبي سكينه ومن قبل ما يعني مش من الطرف خالص هتقطعي، لا هتسيبي نص سنتي وبعد كده تبداي تقطعي، ومن الطرف التاني برضو هتسيبي نص سنتي، مش هتيجي للاخر خالص. تمام. بس انا هنا قطعت الصينيه على 4 بالطول وكده، يعني ايه بالويم كده حاولي تقطعيهم بايه يكونوا متساويين يعني زي بعض بالويم يعني. يا اما لو انت عايزاهم يطلعوا مظبوطين بقى بالظبط هتعملي مسطره اللي تكوني مسطره مخصصه للحلويات، فهتقيسي بيها بيكونوا كلهم قد بعض. انا هنا قطعت بقى خلاص، مش هينفع اقطع بالعرض لان لو قطعت بالعرض كده هيتفتح كله وممكن الجلاش بقى تتكسر معايا، فمش هينفع. فانا هنا هحط زبده، احط زبده على الوش واحط زبده في الفراغات اللي انا قطعتها. تمام. وبعد كده هشيل الجلاش في التلاجة لمدة 10 دقايق، وبعد كده ابدأ اقطعه بالعرض. تمام. بالنسبة للتسوية تبقى على درجة حرارة 220، الفرن الكهرباء شغال فوق وتحت. تمام. لو انت هتشغلي على البوتاجاز يعني على فرن البوتاجاز يبقى هتشغلي تحت بس، وفي في الرف الاوسط، وهتخليها برضو على 220. وبعد ما تاخد لون هتشغلي الشوايه دقيقه واحده بس تاخد لون من فوق، يعني بعد ما تاخد لون من تحت انت هتعرفي كده من الجناب اللي هي خدت لون من تحت، فهتشغلي الشوايه لمده دقيقتين 2 بس او دقيقه واحده لغايه ما تاخد لون، وتكوني جنبها ما تروحيش في اي حته لانها هتاخد لون بسرعه جدا. بس كده انا بالشكل ده هشيلها في التلاجة، وبعد 10 دقايق هطلعها عشان تكون الكريمه اتمسكت وتكون كمان السمنه اتمسكت، فانا اقدر ان انا اقطعها. بس انا هنا بشوف بس كنت هقطعها من النص ولا هبدأ اقطع كده بالجناب برضو بالويم زي ما قطعت ايه بالطول. هنا انا بعيد على القطع تاني. تمام. بس الافضل ما تعمليش كده، يعني هي سيبيها على التقطيعه بتاعتها علشان بس الكريم ما تخرجش بره. وبرضو هنسيب نص سنتي من الجنب ونبدأ نقطع، مش هنوصل لغايه الاخر يعني، ولا هنجيب من ايه من اول الصينيه. وزي ما قلت لكم هنحطها على درجه حراره 220. ممكن العسل تحطي له كيس فانيليا بعد ما خلاص بقى يتقل يعني ويغلي معاكي ويبقى خلاص هتطفي عليه، تحطي كيس فانيليا او تحطي معلقه سمنه بلدي او معلقه زبده. الزبده او السمنه بتدي لمعان كده للعسل، بيبقى حلو قوي، بيخلي الحلويات حلوه وشكلها كده بيلمع. بس كده انا حطيته في الفرن وسقيته بالعسل وبقى زي ما انتم شايفين قدامكم كده، طلع تحفه يا جماعه، حلوه قوي، جربوه. هنا الكريمه اللي في الجنب دي بس علشان خاطر انا حطيت طبقه واحده بس في الاول، فانت اعملي زي ما قلت لك. ولو عجبك الفيديو متنسيش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير، مع السلامه.